لا أعرف إذا كنت تستيقظ باكرا، ولكن إذا لم تكن تستيقظ باكرا فأنت فعلا تريد الاستيقاظ باكرا، أو جربت الاستيقاظ باكرا ولم تستطع. لأنه إذا جربت الاستيقاظ باكرا بالطريقة الصحيحة فسوف تصبح دائما تستيقظ باكرا، لأن هذه الطريقة سوف تعجبك. فالمشكلة فقط تكمن في كيفية الاعتياد على النهوض باكرا. وصدقني، إذا طبقت النصائح التي سوف أعطيها لك في الفيديو لن تتصور كيف سوف تسهل عليك النهوض باكرا. وعندما تنهض باكرا يا صديقي سوف تستفيد أكثر في حياتك. وقبل البداية فقط في النصائح، ضعوا اللايك واشتركوا في القناة واتركوا تعليق جميل لأخوكم، ودعونا نبدأ. يا أصدقائي، آسف ولكن سوف أكمل الفيديو باللغة الجزائرية، يعني بالدارجة خاوتي، لأن اللغة العربية صعبة جدا لم أتأقلم عليها بعد، آسف. المهم خاوتي، أول حاجة وهي أنكم تعرفوا قداه لازمكم من ساعات ترقدوا في اليوم. باو خاوتي، الإنسان العادي يرقد 7 ولا 8 ولا 9 ساعات. بصح يعني كنجيو نشوفو كل إنسان وشحال يقدر يرقد. مثلا أنا نرقد 8 سوايع، يجي واحد يرقد 10 سوايع. هذه هي، لأن النوم خاوتي هو عبارة عن عادة. فإذا اعتدت على النوم 10 ساعات سوف تصبح تنام 10 ساعات، وإذا نمت 8 ساعات سوف تصبح تنام 8 ساعات. وخاوتي، إذا كنت أنت ترقد 10 سوايع في اليوم وحاولت أنك غدوة ولا في اليوم الموالي ترقد 6 سوايع، صدقني تجيك صعيبة، ما تقدرش، باسكو قلتلك النوم عبارة عن عادة، والعادة صعبة التغيير. هذه خاوتي، تقدروا ترقدوا 5 سوايع وتنوضوا ملاح ونشيطين وأونفور، وقادر ترقدوا 8 سوايع وتنوضوا مدقدقين ما تقدروا ديروا والو. هذه هي كشغل انت وفيها راح تولف روحك باش تولي ترقد. نجيو للطريقة خاوتي، والطريقة هي انك تولف روحك ان تنام عدد الساعات التي تريد انت. اذا كنت تريد ان تنام 6 ساعات، يعني اليوم ترقد 6 سوايع وغدوة 6 سوايع وغير غدوة 6 سوايع، فبقى هكا على مدى شهر. اكيد في البداية راح تتعذب وتجيك صعيبة، مي خطرة على خطرة تسمى. من بعد ما يفوت الشهر هذاك صاي تلقى روحك والفت، ولات عادة فيك ترقد 6 سوايع وتنوض بشغل نشيط وتدير كلش شغل راقد 100 ساعة خاوتي. المهم خاوتي، درك نحكيو في حوايج لازمك ديرها من قبل ما ترقد. اول حاجة خاوتي وهي تبدل راسك سبب يخليك تنوض غدوة بكري، يسمى هذا السبب. اول حاجه السبب هذا يكون ما تقدرش ديرو في اي وقت، يعني يكون تقدر ديرو غير على 5 الصباح مثلا. ونعطيكم مثال عن السبب هذا. مثلا تنوض بكري باش تحفظ قرآن، هذا سبب، يعني تولي تنوض كل يوم بكري لحجة انك تحفظ قرآن. خاوتي كما راكم تشوفوا المصلين شغل ينوضوا يصليو الفجر، ينوضوا على 5 الصباح على 3 الصباح لحجة انهم يصليو الفجر. ملي يكون ينوضوا على 10 الصباح ويصليو الفجر اي ما تصلحش هادية. وثاني حاجه خاوتي ديروها وهي انكم ما تهزوش التليفون قبل ما ترقدوا بنص ساعه. واذا كنتم مدمنين او لازم تهزوه فقط عليكم تشغيل خاصيه الاي كونفورت. ها هي قدامكم خاوتي، داك يخرج لكم الفيديو كيف ديروها. ولا كان ما لقيتوهاش في تليفونكم روحوا كتبوا في بلاي ستور، يعني جوجل بلاي، كتبوا اي كونفورت وصطاليوها خاوتي، باسكو كي تشعلوها ما راحش يضركم الضوء الازرق تاع التليفون كيعود في حالته العاديه. وثالث حاجه خاوتي واللي هي الرفاهي، نغمه الهاتف اللي راح تنوضك غدوه الصباح. التزم، يعني شغل الوالف تغيرها كل 3 ايام ولا كل يومين، باسكو كي تحط نغمه وحده وتولي تنوضك كل نهار وانت في البدايه تاع شغل تاع العاده تاع الاستيقاظ باكرا، راح تصمت لك خلاص الاستيقاظ هذه. يسمى ننصحكم بدلوها كل 3 ايام ولا كل يومين، ولا حطوا موسيقى شغل لك مريحه باش تنوضوا مزاج تاعكم مليح، يعني المورال طالع، ولا حطوا قران مليح. ورابع حاجه خاوتي انكم تحطوا التليفون في بلاصه بعيده عليكم، باه كي تنوضوا الصباح راح تلقاو راحكم شغل نطوا راح توبه طفيو الرافاي ولا منبه الهاتف، وفي هذاك الوقت راح تكونوا شويه استيقظتوا. درك نجيو خاوتي واش لازمك دير كي تنوض الصباح. اول حاجه خاوتي اسمع جواب تسلسل، راك رقدت 6 سوايع ولا 7 سوايع تاعك، صونا التليفون نط، راك دايخ درك، مشيت طفيت التليفون. واش لازم يكون قدام التليفون؟ نسيت ما قلتهاش قبل برك خاوتي، حطوا قرعامه ولا كاس ما، المهم
منه الماء كي تشربو وانت شغل في الدوخه هذيك كي تشربو راح تفطن صاي، راك نط، قصدي راك وليت نشيط وحيوي، راح تبدا يومك مرتاح وكلش. ويا خاوتي على بالكم اذا ولفتوا يعني ولفتوا رواحكم ترقدوا 6 سوايع هذه كل يوم، راح يجي وقت وين تولي ما تنوضش خلاص بالرفاي وماش لازمك تشرب الماء، راح تولي شغل مبرمج كانك راجل آلي سكاي بورد. ابطال تايسين خاوتي. المهم تولي مبرمج انك تنوض على 6 وحدك، مخك كي توصل 6 ينوضك، يتك على زر الايقاظ ينوضك وتنوض كشغل راح تولي تنوض كشغل ما رقدتش خلاص ماكش دايخ، تولي تنوض هك عادي في حالتك العاديه. خاوتي حبيتكم برك تعرفوا باللي اغلب الناس الناجحين في حياتهم هم الناس ينوضوا بكري، باسكو اللي ينوض بكري راح تبدل حياته خلاص. المهم خاوتي وصلنا لنهايه الفيديو، ارجو انه يكون عجبكم، ولا بالي محال راح نتوصلوا لهذه اللقطه بعد. المهم خاوتي الا كان وصلتوا كومونتي وكتبوا لي وشي الموضوع اللي حابين نديرو وانا نسي نديرو خاوتي. المهم تهلاو في رواحكم ونلتقي من جديد في فيديو اخر. سلام.